بمناسبة تعيين الكابتن محمد رمضان كمدير رياضي في النادي الأهلي، كابتن أحمد شوبير بيحكي عن موقف كان حصل بينه وبين محمد رمضان لما كان مدير الكرة. كابتن محمد رمضان تولى منصب مدير الكرة وكان أصغر من كابتن أحمد شوبير، وبيحكي أحمد شوبير وبيقول في ماتش كان بينه وبين الأهلي وبين نادي أسوان، كانت حصلت مشادة بين أحمد شوبير وبين الكابتن أسامة عرابي، ولكن الكابتن أحمد شوبير كان عامل ماتش من أحسن ماتشاته في اليوم ده. فالمهم بعد ما اللقاء خلص والماتش انتهى، نده الكابتن محمد رمضان على أحمد شوبير وقال له: شوبير، انت عملت ماتش كويس جدا، وانا عملت لك مكافأة 150 جنيه، ولكن عندك خصم 200 جنيه عشان اللي حصل بينك وبين أسامة عرابي. موقف تاني مهم جدا للكابتن محمد رمضان، اللي في فترة من الفترات كان فيه مشاكل وقلق في أوضة اللبس بسبب المشاركات، يعني فلان بيلعب فلان ما بيلعبش، فبدأ يحصل قلق في أوضة اللبس. فالكابتن محمد رمضان طلب من اللاعبين الاجتماع في أوضة مدير الكرة في الأوضة بتاعته، ورفض إنه يقفل باب الأوضة، وقال اللي مش عاجبه كلامي الباب مفتوح يتفضل يطلع بره النادي الأهلي، والنادي الأهلي هيستغنى عنه، واللي عاجبه كلامي يتفضل يروح لأوضة اللبس ويكمل التمرينة بتاعته. وقال لهم إن ده اجتماع فاصل، اللي عاجبه الكلام هيكمل ويروح يكمل التمرينة بتاعته، واللي مش عاجبه باب النادي مفتوح والأهلي هيستغنى عنه وهياخد كل فلوسه، إنما خروج عن النص مش هينفع ومش مسموح بيه في النادي الأهلي. تخيل ده حصل والفريق كان فيه نجوم كبار زي حسام حسن وابراهيم حسن وأسامة عرابي، احمد شوبير، ايمن شوقي، فليكس، وبالفعل اتغير الحال بعد الاجتماع ده، والاهلي حصد تقريبا اغلب البطولات اللي شارك فيها.